طب أنت قدّمت، طب دوّرت على الوظايف اللي موجودة. وبعدين أول ما الحفلة تخلص بنلاقي نفسنا كده أنا نمت صحيت الدنيا فضيت. هو أنا لغاية إمتى هاقدر أشتغل الشغلانة دي بالطريقة دي من غير ما أزهق؟ ما تستناش لغاية ما تسمع البودكاست ده بعد ما تبقى خريج. ازيكم عاملين ايه؟ النهارده أول حلقة في تاني سلسلة لينا في بودكاست ما وراء إكسودس. في أول سلسلة احنا كنا حابين نتكلم عن مواضيع خاصة بالبداية الجديدة بما إننا في بداية سنة جديدة. بس في تاني سلسلة إحنا حبينا نركّز على موضوع يمكن عملي أكتر بكتير، لإنه إحنا قناة خاصة بالشباب حديثي التخرُّج، وأسرتنا أسرة إكسودس هي أسرة للشباب حديثي التخرُّج، فكنا حابين أوي إنه تاني موضوع ده نتكلّم فيه يكون موضوع خاص بالشباب دول، وخاص بأكتر حاجة يمكن بتواجهنا وأكتر صعوبة بتواجهنا في المدة دي، اللي هي سوق العمل. ما كانش ينفع نجيب حد غير دكتور باسم. دكتور باسم إحنا مبسوطين جدًا إن حضرتك معانا. دكتور باسم هو محاضر في جامعة MIU وفي المعهد القبطي للدراسات النفسية، فإحنا مبسوطين أوي، أوي إن حضرتك ميرسي معانا جدًا، النهارده. وأنا كمان مبسوط جدًا، وأي حاجة فيها topic يخُص الشباب وخاصةً مرحلتين، حديث التخرُّج أو الشباب اللي لسه في ال4 سنين أو ال5 سنين بتوع الجامعة، أنا بابقى سعيد جدًا إن أنا أكون موجود معاكم. طب إحنا هنبدأ سخنين كده، لإن وأنا إحنا جاهز. يعني محضّرين لحضرتك حاجات كتيرة أوي. دكتور باسم إحنا حابين نبدأ من الأول خالص، من أول ما بتبدأ بقى الفترة بتاعة تحضير مشروع التخرُّج، وبنبدأ بقى عمّالين نجري، نجري، نجري في آخر فترة في الجامعة دي، تخرُّج وحفلة التخرُّج بتاعتنا، وبتبقى طول الوقت زحمة، زحمة، زحمة. وبعدين أول ما الحفلة تخلص بنلاقي نفسنا كده أنا نمت صحيت الدنيا فضيت. أنا ما فيش حاجة أعملها، خلاص حجتي في الدراسة راحت، ما بقاش عندي أي حاجة في الدنيا أعملها، فبابدأ أحس بتوهان جدًا، أنا المفروض أروح فين، آجي منين، طب أنا ذاكرت ودرست زي ما الناس قالت لي، بس أنا دلوقتي سايبينّي كده في الدنيا الواسعة دي، فأروح فين وآجي منين؟ فبنبقى تايهين أوي. طيب بُصّي، إحنا بس هنحاول نعيش مع بعض اللحظة دي. أنا حد من أولى ابتدائي لغاية الجامعة كان في ناس بتنوّر لي الطريق، كان في بابا وماما قاعدين معايا، ذاكر، علشان لمّا تذاكر هتبقى كويس، وبعدين جيت إعدادي، خلّي بالك في ثانوية عامة وفي ثانوية نوع تاني وفي ثانوية، ففي ناس حواليّا بتنوّر الطريق. في الجامعة ابتدى التحرُّر يبقى أكتر شوية، أنت بتروح الجامعة ما فيش حد بييجي لك الجامعة يسأل الدكتور هو حضر المحاضرة النهارده والّا لأ، ده غالبًا ما بيحصلش. فلغاية المرحلة دي أنت بتحس إنه في بوصلة واضحة. بنعمل حفلة التخرُّج وبيبقى يوم عظيم وبنلبس البلطو والكاب، وبعدين اللقطة بتاعة كُلّنا نرمي الكاب دي ونروّح البيت ونبدأ ننام. نصحى الصبح بقى لو أنا لسه ما اشتغلتش، بتبدأ تحصل شوية مشاعر مختلطة غير طبيعية. أنا ما بقيتش فاهم هو أنا فرحان عشان خلّصت جزء مهم في التعليم والّا أنا قلقان من اللي جاي، لإن اللي جاي ده كُلّه غالبًا أنا هاقضّيه لوحدي، حتى إحنا ممكن نقول عليها بدراعي، ما حدش هيروح معاك الشغل. صح. أكتر حاجة ممكن بابا وماما يعملوها شوية نصايح، وممكن يكونوا بيصلّوا لنا أو حاجة زي كده، لكن أنا منّي لسوق العمل. فنمرة 1 تعالوا نتّفق على حاجة، التوهان ده منطقي، يعني لو أنا حسّيت إن أنا تايه ما تخضّش. واحد كان أولى وتانية وتالتة ورابعة وخامسة و3 إعدادي و3 ثانوي، إحنا بنتكلّم تقريبًا كده في 5 و11 سَنة. مع 4 سنين الكلية أدي 15 كان في توجيه، فجأة مش هيبقى في توجيه، حتى كمان هيحصل حاجة غريبة أوي، البيئة اللي حوالينا لمّا تيجي توجّه غالبًا مش هيبقى عندهم الخبرة اللي كانوا ممكن يساعدونا بيها وإحنا في المدرسة، حلوة أوي الحتّة دي. فهتلاقيه هيقول لِك إيه، انزل، دوّر، فأنت هتلاقي نفْسك الناس كلّها بتدّيك نصايح، بس النصايح دي بتوصّلك لحتّة إيه، هو أنا ما بادوّرش؟ ما أنا بادوّر، هو أنا ما باجتهدش؟ ما أنا باجتهد، يا جماعة أنتم ليه بتقولوا لي كده؟ فنبدأ أول حاجة فكرة التوهان في الأول دي منطقية جدًا، بلاش فكرة جلد الذات. واحدة من الحاجات اللي دايمًا عدو الخير يعني بيشتغل عليها، فكرة إن أنا أودّيك لمرحلة من مراحل جلد الذات، توصّلك بعد كده لمرحلة من اليأس، ما أنا مش هاعرف أعمل حاجة، خلاص أنا خلّصت وأنا كتّر خيري وخدت البكالوريوس، ما حدش يطلب مني حاجة تاني بعد كده، وهي دي اللقطة اللي هو عايزها. فاتفقنا إنه التوهان ده منطقي جدًا. الصمت اللي هيحصل خلّيك عارف إنه ده مش ليك لوحدك.
أو مش مشكلتك أنت لوحدك، ده عند كل الزملا اللي اتخرّجوا. ممكن بقى نكون هنفكّر نعمل إيه، دي خطوة. ممكن نكون بنتوقّع إيه اللي هيحصل من اللي حوالينا ورَد فعل في كل حاجة هتحصل، دي خطوة. وفي خطوة تالتة دايمًا لمّا باروح أي podcast أو أي محاضرة بيقولوا لي: "معلش يا دكتور لو هتتكلم عملي ما تخشش في الحتّة دي أوي." وأنا الحقيقة باخدهم على قد عقلهم وارجع أدخل في الحتّة دي تاني، بس دي خلّيها في الآخر، ماشي. لإن الحتّة دي هي الcore أو الأساس اللي لو مش موجود الحقيقة كلّنا هنبقى بنضيّع عمرنا، وكلّنا هنجري ومش هنحس إنه في دعم وسَنَد. فتعالَ نبدأ بأول حاجة، في حاجة هنقابلها اسمها الضغط الرباعي. مين بقى الضغط الرباعي ده؟ عشان بس الناس ما تبقاش متفاجئة، ولمّا تشوف ده تقول ده الضغط الرباعي اللي كان باسم بيحكي عليه. نمرة 1 الأصحاب، 2 الأهل، 3 السوشيال ميديا واللي بيحصل في سوق العمل، 4 أنت شخصيًا. فده ضغط رباعي أنت هتتعرّض له. طيب أنت شخصيًا دي هاجاوب عليها في الآخر، في الحتّة اللي دايمًا بيقولوا لي ما تروحلهاش، بس أنا هاروح لها. تعالَ نبدأ بالأهل. إحنا محتاجين أصلًا نفهم هم الأهل بيعملوا إيه، واللي بيعملوه ده ضغط فعلًا، يعني هم يقصدوا يضغطوا علينا؟ لأ، الحقيقة الموضوع مختلف تمامًا. الأهل بيعملوا ده من واقع خوفهم علينا، هم بيحبونا، عايزين يطمنوا علينا. طب نجيب الجورنان، برضه إحنا بنتعامل مع generation X اللي هو ممكن يكون لسه فاكر إنه الوظايف مع الجورنان وشوية حاجات تانية، عادي جدًا، جدًا. كل ده بيتعمل لإن هم خايفين علينا. فأنا محتاج نمرة 1 أتعامل مع الخوف ده على إنه حاجة added value. الناس دي لو مش خايفة عليّا، أنا ما كنتش وصلت للي أنا وصلت له. 2 الأصحاب بقى، الtoxic relationship أيوه. صح؟ أو العلاقات السامة. أحيانًا ما باقدرش أميّز إن دي علاقة سامة، لإنها بتتاخد في طريق الهزار. إحنا بنهزر مع بعض، يا عم أنت لسه قاعد، ده غيرك اشتغل، ده أنا شغال من أولى كلية. هنسمع الكلام ده كتير يعني. الحقيقة أصحابنا دايمًا بيصدّروا لنا اللقطة الحلوة، الحتّة الأخيرة اللي وصلوا لها. طيب قبل ما توصل للحتّة دي، ما قُلتليش ليه إنّك لفّيت وتعبت عشان تلاقي؟ ما قُلتليش ليه إنّك اشتغلت شُغلانة أصلًا ما لهاش علاقة بدراستك؟ ما قُلتليش ليه إنّك قدّمت شوية تنازلات مش في الcareer بتاعك أصلًا، علشان بس ما تقعدش في البيت وتعرف تدخّل مصاريف شهرية؟ فبالنسبة للصحاب إذا ما كانوش زي يعني داوود ونسان. ونسان، فبُص على الناحية التانية، غالبًا هم هيدّونا اللقطة الحلوة بس اللي هم فيها دلوقتي. وهاروح بقى من الأصحاب، إحنا كده اتكلمنا عن الأهل، اتكلمنا عن الأصحاب، نروح بقى للسوشيال ميديا وLinkedIn. LinkedIn يا جماعة مكان مهم جدًا اهم. لسوق العمل، بس خلّي بالك LinkedIn بيتحط عليه التابلوه الحلو، أيوه. الصورة الحلوة. باركوا لي أنا النهارده اتعيّنت في بنك كذا، باركوا لي النهارده خدت certificate كذا. فاللي بيبان لك دايمًا في السوشيال ميديا وفي LinkedIn مثلًا كexample الحاجات الحلوة. طيب ما وراء الحاجات الحلوة برضه مش باين. إمم. فهي الفكرة كلّها أنت محتاج تبقى أنا باقولها كده، خلّيك ناصح، بُص على التفاصيل، قُل لي أنت إزاي وصلت لده. أنت بجد عايز تدّيني قيمة تساعدني، قُل لي الطريق اللي مشيت فيه. عايز بس كلّنا نحفظ اللي أنا هاقوله حالًا ده، هم 3، 4 كلمات بس مهمين جدًا. الحظ بييجي للمجتهد. تاني، الحظ بييجي بييجي للمجتمع. للمجتهد. لو أنا قاعد في البيت مستني الشغلانة الهايلة بالمرتب الهايل والمكتب واللابتوب والمكتب بتاع الview بتاعه يبقى على مش هيحصل من غير ما تكون اللي هو شكل حياة باذل مجهود. الشغل اللي أنا آه، باشوفها على بالضبط. LinkedIn وعلى السوشيال ميديا. ده مش هيحصل من غير اجتهاد، إمم. علشان أنا عارف إنه اللي بنخاطبهم دلوقتي هم already خلّصوا الجامعة. الجامعة بالضبط آه. أنا كان محتاج أوجّه الكلام ده كمان لأولى وتانية وتالتة ورابعة كلية مش وخامسة. مشكلة صحابنا برضه فآه، كلّهم. يعني ما تستناش لغاية ما تسمع البودكاست ده بعد ما تبقى خرّيج. حاول اللي أنا هاقوله ده تبدأ تapply في ال4 أو 5 سنين بتوع الكلية. فنرجع تاني للحتّة بتاعة أنا هاعمل إيه، أنا هاجتهد، هاتعلّم، هاطوّر نَفْسي. وتاني لو كل يوم حاجة صغيّرة على مدار السنين أنا بابقى في مكان مختلف. لو حضراتكم بصيتوا دلوقتي على السوشيال ميديا هتلاقوا طريقة الإعلانات كلّها عاملة إزاي. يقول لك إيه، اتفرّج على يوتيوب 5 دقايق كل يوم، على مدار مش عارف سَنة، فأنت اتفرّجت على 365 في 5 دقايق. فده yes هم عندهم حق.
العادات الصغيرة. الحاجات الصغيرة، العادات الصغيرة، حتى بنسميها أحيانًا كمان atomic habit اللي هي قليل مستمر خير من كثير أنا هاخد بقى كورس English في الAUC. طيب ده 13 level عامل كام عامل 20,000 جنيه، هاخد منك قد إيه وقت؟ 6 شهور أخلّص الإنجليزي كله. ليه تخلّص الإنجليزي كله؟ خلّصه بالراحة. وليه كل الكورسات مرة واحدة؟ إمم. ابدأ حتّة، حتّة ولكن مستمر. هاتكلم على مثال كلّكم بتحبوه، إحنا عارفين كريستيانو رونالدو. لو سألتوا نفسكم إيه سر نجاح هذا الشخص؟ أنا غالبًا قُلت كريستيانو ونسيت إنه ممكن اللي بيسمعوا البودكاست برضه إخواتنا البنات. كريستيانو رونالدو يا جماعة بعد ما أقفل عارفينه دَوّروا عليه. كريستيانو لسه يعني بيدّي لغاية دلوقتي سبب النجاح الكبير الأساسي اللي عنده، حتى هو دايمًا بيقول كده، إمم. الاستمرارية أو إمم. الconsistency. ففكرة إنه كل يوم باعمل حاجات معيّنة تفرق معايا بعدين، ده أفضل بكتير من إن أنا أطلع أفكّر أنا بقى إيه الكورسات اللي محتاجها، إيه الشهادات اللي أنا هاخدها، وآخد بقى PMP وأبقى بتاع project management هايل، اعمل ده. بس أنت محتاج تضمن الأول الجزء اللي بتبتدي فيه حتّة، حتّة. تاني قليل مستمر خير من كثير متقطع، لغاية ما الحظ ييجي للمجتهد. إمم. فأنت اجتهدت، في اللحظة دي نيجي للحتّة اللي كلّكم بقى مستنيينها، تلاقي ربنا بيجهّز لك الصورة، بيرسم بقية قطع الpuzzle. إمم. فأنت مجتهد، وهو في توقيت حلو مجهّزه، حتى دايمًا بنقول كده ربنا مجهّز لك التوقيت وسايبك أنت تعمل اللي تقدر تعمله. تاني عشان غير أوكي. جلد ذات، إمم. سايبك تعمل اللي تقدر تعمله، وهو كده، كده هيكمّل بقية الحاجة اللي ناقصاك. ولمّا تبتدوا تنزلوا سوق العمل وتشتغلوا، هتكتشف إنه شطارتك بتمثّل في الموضوع تقريبًا 10، 20، 30%. بقية الحاجات عمرها ما هتبقى شطارة خالص، لإنه هتقابلوا ناس في الشغل وصلوا لpositions عالية، ولمّا تيجي تتكلم معاه يقول لك لمّا وصلت للpositions دي ما كانش عندي الqualification أو الشطارة أو الكفاءة 100% على قد الposition ده، لكن في سَنْدة دايمًا بتحصل. ودي النقطة اللي أنا دايمًا بيقولوا لي حاول ما تقرّبلهاش في أي podcast يعني، إحنا عايزينك تيجي تتكلم عملي. الحقيقة أنا باقول إنه دايمًا عشان توصل للي أنت عايزه محتاج صديق حقيقي يمتلك كل الإمكانيات وعنده كل الحُب الغير مشروط ليك. لمّا تيجي تبُص الشروط دي تتوافر في مين؟ ما بتتوفرش غير في واحد بس، لإنه معظم أصدقائنا اللي حوالينا بيحبونا بس يمكن ما عندهمش كل الإمكانيات، أو يمكن عندهم كل الإمكانيات بس المحبة مش كاملة. صح. فما فيش حاجة قادر أقول إنها 100%. عشان كده دايمًا بنقول لو أنت لسه ما عندكش صداقة شخصية بالسيد المسيح فأنت تقدر تعتبر نفسك كده يعني زيرو أصدقاء، مع إمم. كامل تقديري لكل أصدقائنا اللي حوالينا، كلّهم حلوين بس في صداقة هتفرق معاك لو هاتكلم بقى على الحتّة العملية، صداقة السيد المسيح، اللي لمّا تروح interview ترجع وتسمع كلام صعب جدًا في الinterview. هو أنت كنت فين ال4 سنين؟ هو أنت ما حضّرتش نفسك ليه؟ إمم. أنت متخيل إن الشركة هتاخدك؟ إمم. الحقيقة لمّا تيجي تتكلم مع حد يعني أفضل حد حواليك هيقول لك معلش حاول تاني. الوحيد اللي لمّا تدخل تقفل الباب وتتكلم معاه وتحكي معاه، هتحس برسايل وتعزيات. هو الصديق الشخصي اللي ينفع تقول له كل حاجة، إمم. اللي يمكن فعلًا عندهم حق. أنت ما كنتش جاهز للوظيفة، أنت كسّلت ال4 سنين، اعتمدت إن أنت في الصيف بتنبسط وتلعب وتهزر. إمم. حتى دي هو ما عندوش مانع يسند ويكمّل. إمم. فلو أنا عندي صداقة مع السيد المسيح، موضوع الشغل والعمل هتلاقي الأمور لطيفة أوي، على الأقل هتلاقي في رسايل تعزيات بتيجي لك لغاية ما هو يكمّل الصورة اللي بيكمّلها لك، بس من غير ما ننسى اجتهادك أنت. إمم. لإنه برضه زي ما إحنا عارفين أنا اجتهدت نُص، نُص، بس دنيانا من سنة أولى كُلّية كورسات، تدريب صيفي، أبقى أنا واخد بعضي ورايح الساحل أغيّر جو، وهي عمّالة تاخد كورسات ودبلومات مش عارف إيه. في الآخر خالص الاجتهاد هنا واضح أوي إن في فرق كبير بين إمم. ديانا وباسم. فتاني الحظ بييجي للمجتهدين، عشان ما تنسوش دي خالص. لاعبين كورة كتير، وأنا باقول ده عشان إحنا دلوقتي في وقت الأمم الأفريقية، كان قاعد على الدكة، أيوه. بس الحقيقة هو مش نمرة 1 في الفريق،
هو نمرة 2 ونمرة 3. إمم. بس ده ما منعوش إنه دايمًا ينزل التدريبات ويجتهد ويعمل اللي عليه وياكل أكل صحّي وما يبطّلش شغل لغاية ما عشان لمّا تيجي الفرصة يعرف ياخدها. بالضبط، لإنه غيره جات له الفرصة ونزل الملعب وفي الآخر ما استغلّهاش، واللي يرجع للتاريخ هيلاقي لعيبة كتير من الدكة للعالمية، إمم. نتيجة حاجة واحدة، الاستمرارية وإنه اجتهد. فالحتّة اللي عايز أقولها اللي تخصّني أنا في الضغط الرباعي هي قرارك، أنت عايز تبقى حاجة كبيرة في سوق العمل، فأنت محتاج تبذل مجهود، بس تاني عشان ما تجلدش ذاتك، ابذل اللي تقدر عليه، يعني شوف إيه اللي ممكن تعمله واعمله. لو أنت بتقعد على السوشيال ميديا وصباعنا ده خلاص بقى محتاج يتعالج، شغال كده، لأ أرجوك سيب ده خالص، إمم. ونفس السوشيال ميديا دي أو أي channel تانية موجودة، هات حاجة على اليوتيوب، في programs ودبلومات كتيرة أوي بقت ببلاش، اتعلم ذاكر حاجة اسمها Power BI، خُد advanced في الExcel، advanced في الPowerPoint، في وقتٍ ما هتلاقي اللي أنت بذلت فيه مجهود واتفرّجت عليه ده آآ فرق معاك. أنا فاكر كويس أوي في مرّة من المرّات كان حد بيحكي لي إنه في 2 وصلوا لfinal في interview، إمم. الاتنين الأوائل على دفعتهم، بس خلّوني النتيجة إنه كان في مكان واحد في الشركة دي، إمم. الاتنين أوائل على دفعتهم، الاتنين في الEnglish super، الاتنين ما فيهمش ولا غلطة، الاتنين حيتان يعني الاتنين خلاص. تِقال، لدرجة إنه الزملا اللي كانوا بيختاروا الtitle ده مش عارفين يميّزوا إزاي. لقوا الاتنين واخدين دبلومة في حاجة معيّنة، الاتنين واخدين نفس الدبلومة في نفس المكان، الفرق بينهم كان حاجة واحدة، إن حد فيهم كان خلّص الدبلومة قبلها بشهرين، والتاني ياه! لسه هيدخل الامتحان، ده كانوا بيدوّروا بس على طريقة يفلتروا بيها ناخد إمم. مين ونسيب مين، والحقيقة لو كان عندهم مكانين كانوا خدوا الاتنين، بس لمّا بقت المقارنة على مكان واحد، اللي كان سابق بخطوة هو اللي خد حتى لو كانت حاجة الopportunity، بسيطة حتى خالص. لو كانت ده إمم. ميعاد الامتحان بتاعه بس ما كانش لسه جه، ده معناه إنه ابتدى الprogram ده والدبلومة بعد زميله. يس. فأنا مطلوب منّي إيه، اجتهد على قد ما تقدر، اللي تعرف تعمله اعمله. طب دكتور باسم في حتّة حضرتك قُلتها وأنا حابة إن إحنا نرجع لها تاني، لإن هي بجد بتدور في دماغنا كلّنا، اتفضلي. اللي هي حتّة ربنا بقى في الموضوع ده كلّه. ساعات غصب عننا لمّا مثلًا موضوع الشغل ده بيتأخّر وبرضه حضرتك قُلت حتّة إن هو الاجتهاد والكلام ده، في شخص بيحس إن أنا اجتهدت أوي، أوي، أوي وما جاليش حاجة، طب هو أنا ربنا مثلًا سايبني، هو أنا ربنا الصلاة اللي بادّيها له دي بترجع لي تاني ما بتروحلوش، طب طيب، أعمل إيه بقى في ده يعني؟ أولًا هاقول لِك إمم. حاجة تريّحِك خالص وتريّحنا كلّنا، أوكي. إن ييجي لي أحيانًا إحساس يأس، ده عادي جدًا. تخيّلي بقى دي مفاجأة، هادّيكِ أمثلة على 2 حسّوا بإحساس يأس والاتنين أصلًا عمالقة، واحد عهد قديم وواحد عهد جديد. إيليا كان خلاص تمامًا حَس إنه الدنيا قفلت، فربنا جه اتعامل معاه بشكل معيّن. الأجمد بقى اللي جه قالها بشكل مباشر وصريح القديس بولس الرسول، قال لك يئسنا، خلاص، فده إمم. القديس بولس الرسول. فبالراحة كده تاني هافضل أقول ما نجلدش الذات، نمرة 1 لو حسيت أحيانًا باليأس، ده عادي جدًا لإني إنسان، أنا ضعيف، حتى لو علاقتي بربنا قوية، في الآخر أنا بشر، ممكن يبقى عندي مشاعر، ممكن يبقى عندي لحظات انكسار، اتعامل معاها بكل هدوء. 2 بقى، لو رجعت دايمًا بالانكسار ده، باليأس ده، بالإحباط ده، وقُلت له: "يا رب أنا باحُط كل ده تحت رجليك." هافكّركم بمامة صموئيل، وهي بتصلّي قالت حاجة مهمة أوي، أحب كلنا وإحنا مستنيين الشغل نستخدمها كلغة في الصلاة، قالت: "أني أسكب نفسي أمام الله." أسكب نفسي دي يعني إيه؟ أنا مرمية تحتيك يا رب، يعني تحت رجلك، أنت عارف ظروفي، شايف العار اللي حواليّا، هاقول زيّها، أنت شايف نظرات بابا وماما. بابا وهو نازل الصبح الشغل وأنا اتخرّجت ولسه بيدّيني مصروف علشان لسه ما اشتغلتش. إمم. ماما اللي هاين عليها تقول لي: "هو أنت هتفضل قاعد في البيت اليوم كلّه النهارده؟" بس باصعب عليها وما بتقولش، إمم. بس أنا حاسس بده. فنفس اللي كان بيحصل مع حنّة، أنا كمان يا رب باحس بيه، بس أنا عشمي إن أنت جاي، فلغاية ما أنت تيجي أنا هاجتهد، بس يا رب اللي هاقدر أعمله أعمله.
مش هاقدر أوعدك بأكتر من كده. تاني طول ما في صداقة شخصية هتلاقي في رسايل كده بتيجي لك تعزية، يعني بتبقى خلاص حاسس إنه قرّبت، ربنا هيبعت. فالحتّة دي مهمة أوي. افتكر دايمًا لو أنت من دلوقتي السيد المسيح مش صديق شخصي، إمم. فأنت زيرو أصدقاء، وأنت الخسران. وهاقول لِك حاجة دميانة، هيلِف الزمن إمم. وهنكبر في السِن وهتكتشف إن العمر اللي ضيّعته من غير صداقتك مع المسيح ما أنت عشتوش. لأ أنت ما عشتوش، باشكرِك، ما عشتوش. لإنه أنا باكلمِك بعد 20 سَنة شُغل. يعني في أوقات كنت باعتمد فيها على دراعي، على شطارتي. اكتشفت إنه لأ، هو أنت ليه كنت بتعمل كده؟ إمم. دلوقتي لمّا باقعد مع نفسي أقول له بُص يا رب الproject اللي إحنا داخلين عليه ده أكبر من قدراتي، بس أنت معايا بقى، إحنا هنعمل عظمة. أنا اللي أعرف أعمله هاعمله، بس ده آخري. آآ إيدك بقى أنت يا رب معانا، فتلاقي ربنا موجود معاكِ في الشغل. يا رب عايزين نعمل حاجة الحلوة دي لزمايلنا الموظفين، أو عايزين نعملها للطلبة في الكلية، بس جديدة أنا أول مرّة أعملها، بس نِفْسي تطلع حلوة، فإيدك معانا يا رب. أنا هاذاكر، هاعرفها، هاتعلمها، لأن أنا ما أعرفهاش، بس النقص اللي هنا كُلّه عندك أنت يا رب هتكمّله، تلاقيه بيكمّل. علشان كده الحتّة دي مهمة جدًا. فنمرة 1 لو حسّيت باليأس ما تقلقش خالص. اليأس عمره ما كان يعني يعني كُفر زي ما بنقول، لأ خالص، خالص. إحنا بشر، عندنا لحظات انكسار، لحظات ضعف. ما يهمكش، ادخل المخدع واقفل، قُل له يعني أنت عندك إيليا قال لك نفس الكلام، عندك بولس الرسول قال نفس الكلام، وحنا قالت نفس الكلام، أنا بقى أقل من دول كلّهم، ولو أنت منتظر منّي يا رب أدّي أكتر من كده، هي دي قدرتي، إمم. بس أنت ينفع تكمّل كل ضعف. هاختم الحتّة دي يمكن طوّلت فيها شوية. إحنا صفر، إحنا زيرو، سيد المسيح هو واحد، فأنت تقرر هتحطّه فين. الواحد ده لو جه جنب الصفر من ناحية بقيت 10، ولو جه من الناحية التانية فضلت صفر زي ما أنت. هي قرارك. هتاخده معاك صديق في رحلة السوق؟ آه. المدير اللي هيضايقك بعد ما تطلع من الاجتماع الرخم ده وتقول له يا رب يعني هُنت عليك الراجل يقول لي معايا الكلام ده، تلاقي نفسك انبسطت واتعزيت وحصل لك motivation بشكلٍ ما. يا رب عايزينّي أسيب مصر وأروح أمسك مكتب في حتة تانية، تروح معايا والّا نعمل إيه؟ دي حتة روحية. الحتة العملية هاقولها دلوقتي حالًا. لو في وقتٍ ما دخلت سوق العمل وجالك أكتر من فرصة، أنت محتاج إمم. يبقى عندك طريقة واضحة تقيّم بيها. وأعتقد إن ده سؤال من الأسئلة اللي اتطرحت وحضراتكم بتجهّزوا البودكاست، أيوه مضبوط، صح آه كده؟ طبعًا. لإن كُلّنا بنقع في الحيرة دي. إمم. جالي مجازًا بنك مصر، إمم. وجالي محاسب في شركة أوراسكوم، إمم. وجالي هاشتغل HR حتى وأنا فريش في شركة السعودي الألماني، إمم. ف3 أماكن ب3 فرص. طبعًا حد من اللي بيسمع دلوقتي يقول لي: "يا باسم بس تيجي فرصة أنت كبّرت المواضيع." لأ. ربنا عنده كتير وربنا مخازنه مليانة اهم. وبيدّي بسخاء ما بيوزنش، هو بيدّي. فنرجع تاني للحتّة دي. حاول تحط 4 نُقط وأنت بتختار الشغل بتاعك. نمرة 1 بيئة العمل. مهم. اسأل على المكان اللي أنت رايحه كويس. لو كانت بيئة العمل سامة toxic زي مثلًا حد كان بيحكي قريب على السوشيال ميديا وكان عجبني جدًا، أحب أشير معاكم اللي ما شافهاش أقولها لكم دلوقتي. أحيانًا تروح تشتغل في مكان اللي بيحصل فيه إيه؟ إنّك واقف بتجهّز مشكلة أو تزنبق حد، عايز تبعت لحد مشكلة عنده، إمم. أو بتتفرّج على حد باعت مشكلة من حد لحد، أو أنت شخصيًا واقف مستني حد يعمل فيك مشكلة أو مشكلة. يبعت لك حاجة. إمم. فبيئة العمل دي نمرة 1. 2 بنسميها إحنا السلِّم الوظيفي. يعني إيه؟ الشغلانة اللي أنا هاشتغلها دلوقتي وهاكمّل فيها، فيها تدرُّج والّا أنا هافضل أعمل نفس الحاجة طول الوقت؟ هادّي مثال مش مقصود بيه أي حاجة وكل الزملا طبعًا اللي بيشتغلوا يعني ناس هايلة. لو أنا مثلًا اشتغلت في مكان باقطع تذاكر، دي حاجة كويسة، ما فيش مشكلة خالص، وهاقول إمتى ممكن أوافق على الشغلانة دي. بس اكتشفت إن أنا طول حياتي هاقطع تذاكر. إمم. أولًا أنت محتاج تبُص كده، هو أنا لغاية إمتى هاقدر أشتغل الشغلانة دي بالطريقة دي من غير ما أزهق؟ من غير ما أفقد الشغف، وإيه الجديد اللي أنا ممكن أعمله كل يوم؟ في قطع التذاكر. طيب، إمم. بس يعني لو جات لي حاجة زي دي ما أروحش. أنا ما قُلتش كده، ببساطة.
لو option من الoptions اللي عندك إنك محتاج تدخّل فلوس، انزل اشتغل الشغلانة. فأكيد كلنا في وقتٍ ما بنحتاج إن أنا أبقى مستقل شوية بفلوسي، على الأقل مش عايز بقى أضغط على بابا وماما، إمم. كتّر خيرهم ومحتاجين يحسّوا إن أنا شوية قادر أشيل نفسي. أيوه. فلو هي دي الشغلانة اللي أنا ممكن أشتغلها ما فيش مانع خالص، بس خلّي بالك إحنا هنا بنتكلم على مستقبل، إمم. فأنت عايز تكمّل في شغلانة فيها تدرُّج وظيفي واضح. فأنا مثلًا اشتغلت في بنك، هاحاول أقول بالعربي يعني، المصرفي أو الشخص اللي قاعد على الpersonal banker. يس ثم بعد كده في تغييرات كتير جوّه البنك، ممكن تروح HR، ممكن تروح sales، ممكن تروح ائتمان، ممكن تروح قروض. فأنا هنا في في تدرج وظيفي، إمم. ثم بعد كده هاروح لmanagerial layer وحتّة مدير، ثم رئيس قطاع. فهنا في سلِّم وظيفي واضح. دي نقطة. إيه اللي أنا ما أعرفش أعمله؟ أوكي. مش إيه اللي أنا أعرف أعمله، إمم. عشان لمّا تيجي لي حاجات بعيد عن الscope اللي أنا مش هاعرف أشتغل ولا أفهمه في وقت ما أنا مش محتاج فلوس أو أنا الأمور تمام، إمم. ابتدي فكّر شوية. لكن الأسهل أقول أنا مش عايز إيه، أسهل بكتير من إن أنا أقول عايز إيه، لإن احتمال تبقى اختيارات اللي أنا عايزها كتير، بس غالبًا اللي أنا مش عايزه ده محدد. واضح. إمم. يعني لو سألت مثلًا باسم إيه الحاجة اللي أنت ما تحبّش تشتغلها بشكل واضح وقاطع، ما احبّش أشتغل شغلانة فيها روتين. أوكي. أنا الروتين فعلًا بيخلّيني أفقد القدرة على الإبداع، أفقد القدرة على لكن لو احتجت فلوس مبدئيًا هاشتغل حاجة فيها رتم، ما عنديش مشكلة. تاني عشان بس النقط دي بتبقى واضحة، لإنه بالاحظ إنه كتير مننا بيتخرّج ويبدأ أول سنة كده إيه، لأ أنا ما أروحش الوظيفة دي، أنا هنا المرتب قليل أوي، يا دوبك مكفّيني مصاريف، مكفّيني طول اليوم مواصلات وأكل، وهيتبقى لي حاجة بسيطة، ما فيش مشكلة خالص، لغاية ما تيجي لك الحاجة اللي أنت نِفْسك تكمّل فيها. بس أنا هأكد عليك، الحاجة اللي أنت مستنيها ونِفْسك تكمّل فيها محتاجة مجهود واجتهاد في إمم. إنّك تكون بتطوّر نَفْسك. وتاني ما حدش قال لك خُد شنطتك واطلع خُد الماستر بتاعتك عشان تبقى جاهز، مش إمم. دلوقتي. ابتدي بالراحة خالص، شوف إيه اللي ممكن تتعلّمه اتعلّمه، لغاية ما الفرصة تبقى موجودة. طب يا دكتور في حتّة أنا برضه حابة أرجع لها تاني، لإنه هي مُعضلة عندنا كُلّنا، اهم. إنه هل أقبل بالوظيفة اللي ممكن يكون مُرتّبها صغير، بس هتدّيني مثلًا experience في مجال أنا حابّه، والّا لأ، أنا لازم أبدأ من الأول بمُرتّب كويس علشان أقدر أكمّل مثلًا في نفس الlevel ده؟ بُصّي يا دينا السؤال ده بيسموه في علم الأسئلة leading question، يعني إمم. أنتِ بتزُقّيني عشان أجاوب إجابة معيّنة. فهي طريقة السؤال بتقول إنّك اقبل بأي حاجة تدّيك من غير طبعًا إنّك تقعد في البيت، قصاد إنّك تقعد في مكان تاخد فلوس قليّلة، بس بتتعلّم كل يوم حاجة. الvalue أو القيمة اللي هنا في value وقيمة، هنا أنت zero، أنت هنا مش zero، أنت هنا بتمشي بالعكس، أنت هنا بتمشي بالminus. فإن يبقى عندك فرصة تقعد في مكان، تقابل عُملا، تقابل زُملا في الشغل، وتاخد فلوس ممكن تكون بتكفّي أكل، تكفّي مواصلات، ويتبقى حاجة بسيطة، أرجوك اعمل ده تاني. الحظ آآ بييجي للمجتهد، إمم. لإنه ما تعرفش يعني دي هتقابل دي إمتى، لكن تقول أنا هاقعد في البيت لغاية ما تيجي لي الcareer بتاعي، الحاجة دي صعبة أوي. يعني لو أنا مثلًا خريج كلية تجارة، فالمفروض إن أنا إن شاء الله هاشتغل محاسب، فلمّا تبقى تيجي لي المحاسب خالص، إمم. مين اللي قايل؟ شوف إيه اللي موجود، أي حاجة هتشتغلها دلوقتي هتفرق في شخصيتك بعدين. بيعملوا حاجة جميلة أوي في الشركات، لمّا نحب نجهّز حد إنه يبقى رئيس قطاع في حتّة معيّنة، بنحاول نخلّيه يلِف على على كل كل القطاعات. الوظايف، إمم. بنعمل حاجة اسمها job rotation. فأنت دلوقتي اعمل الjob rotation ما تستناش حد يعمله لك، إمم. طالما أنت كده البديل إنّك تقعد في البيت، أرجوك انزل، أرجوك انزل. أوكي. طول ما أنت قادر تتعلّم حاجة، طول ما حاسس إنه في جيبك في مبلغ قادر أنت تبقى مستقل بذاتك، الحقيقة ده هيدّيك self confidence وثقة كبيرة جدًا إنه على الأقل أنت مش أنا آسف في اللي أنا هاقوله يعني، أنت مش عالي على حد، وده في حد ذاته هيخلّيك تكمّل طريقك. إمم. كون إنّك حاسس إنّك اتخرّجت ولسه في حد بيقدّم لك أي نوع من أنواع الدعم، ده مش شعور مُريح، إمم. فانزل واشتغل.
أوكي، أصل ده بس. كان تاني سؤال إمم. هاسأله لحضرتك، إن هي حتّة إن أنا أقعد في البيت مثلًا لحد ما تيجي حاجة مناسبة والّا فحضرتك جاوبته بصراحة إنه فعلًا اوعى آآ تقعد في البيت، أرجوك ما تقعدش إمم. أصلًا ما تقعدش في البيت. فكرة إنك تقعد في البيت بعد ما تتخرّج دي آآ مش أحسن حاجة وباحس يا خالص. دكتور إن شغل بيجيب شغل، يعني أنت لمّا أشكرِك. بتنزل فبتلاقي نفْسك بتجري في سوق العمل صح. عامةً. تاني اخبط كل الأبواب، خبّط في كل الأبواب. ما تستناش. افتكر دايمًا المثال اللي حكيته لكم، 2 قدّموا على نفس الوظيفة، الاتنين مش ناقصهم حاجة، فهي في مكان واحد، فهناخد واحد منهم ونسيب التاني. الفرق بقى بينهم مين امتحن قبل مين. أنتِ متخيلة الفرق؟ أوكي، آه. فبليز اشتغل، خبّط كل الأبواب، وإحنا علينا السعي، بس ما عليناش إدراك النتايج. ما إمم. تستناش النتيجة، أنت عليك تجتهد وهتشوف إيد ربنا وهي بتفتح لك الأبواب، وتكمّل لك صورة الpuzzle اللي مش كاملة، اللي أنت لسه تايه فيها، وده كان أول سؤال ابتديناه. آه. أنت تايه لإنه الpuzzle عبارة عن قطع، كل قطعة في حتّة. أنا طالب جامعي مش شغّال، بابا وماما ضاغطين عليّا، أصحابي بيقولوا لي أي كلام، السوشيال ميديا عاملة لي اكتئاب، فالpuzzle كلّه كده ما فيش. من أطول. أنت محتاج إمم. إنه يتحط جنب بعض عشان نشوف الصورة كاملة. إمم. الحقيقة ما حدش يعرف يحطّه جنب بعض خالص غير لمّا يكون ليك صداقة شخصية بسيد المسيح. دي الحتّة اللي ما حدش دايمًا بيقول لي ما تضغطش عليّا أوي طب لمّا نيجي بما نتكلّم إن عن سوق حضرتك العمل. ذكرتها تاني، هي برضه في سؤال تاني جه في دماغي وحضرتك برضه بتتكلم، إنه في اعتقاد كده دايمًا بيبقى عند ناس كتير إنه طالما ربنا في حياتي، فلازم يكون حياتي سهلة، بما إن فإذا. أشكرِك. أنا السؤال ده سعيد إن هو آخر سؤال، وهاختم بيه لإنه مهم جدًا. إمم. يا جماعة يوسف الصديق هذا الشخص الجميل، حياته كانت سهلة؟ أبدًا. طيب إيه الحركات اللي حصلت في حياته؟ يوسف لو كنت سألتيه بعد ما اترمى في البير نِفْسك في إيه؟ أخرج من البير. طب خرج من البير، اتحبس ظلم، نِفْسك في إيه؟ أخرج من السجن. الحقيقة يوسف كان بيتجهّز لtitle مهم جدًا، وسامحوني في التعبير اللي هاقوله، يوسف الصديق دخل السجن في قضية تحرُّش، خرج منها رئيس وزراء مصر. تقولي مين بقى إنه اللي كان بيحصل ده تجهيز من ربنا علشان يوسف يقود العالم في التوقيت ده، في وقت من أصعب الكوارث اللي حصلت، وقت المجاعة. نفس الفكرة، ربنا بيجهّزك لحاجات معيّنة مش هينفع تاخدها كلّها دلوقتي، بس محتاج تسيب نَفْسك هو يقول لك هنمشي إزاي، وأنت بتعمل ده اللي تقدر تعمله اعمله. ولو هاختم البودكاست بحاجة، اللي تقدر تعمله اعمله، مهما كان قليل اللي تقدر تعمله اعمله. عرفت تتفرّج على حلقات يوتيوب تحسّن الإنجليش اعمل ده، سمعت بودكاست بيحسّن لك مهارة معيّنة اعمل ده، عرفت تنزل تاخد الكورس اعمل ده، ما عرفتش اكتفي باليوتيوب. هتشتغل في بنك تاخد فلوس كتيرة اعمل ده، هتشتغل بتقطع تذاكر عشان يبقى معاك مصدر دخل اعمل ده. دايمًا، دايمًا الاجتهاد إنك تركّز في إنك تعمل اللي تقدر تعمله، دي بداية النجاح. أنت عارف كل اللي حواليك لمّا بيلاقوك بتجري في كل الاتجاهات كده، بيبقوا أكتر ناس بتدعّمك. إحنا مشكلتنا إن إحنا فاهمين إن هُم مستنييننا نيجي لهم بقى بالمرتب الكبير إمم. والعربية تحت لا خالص، خالص. بيفرحوا بأبسط بالضبط. إنجازات. وهاختم بدي معلش، ده ألف لو المسيح مش صديق شخص ليك، حضرتك زيرو أصدقاء، وحياتك العملية هتبقى مرهقة جدًا. لمّا تبتدوا تشتغلوا هتقابلوا شوية تفاصيل في الشغل، في سوق العمل، في الزملا، في المكان، في بيئة الشغل، محتاجة صديق بس شديد شوية، حد في ومش ضهرك هتلاقي يعني. أشد من إنه السيد المسيح يبقى هو الصديق الشخصي ليك. ميرسي يا دكتور باسم بجد، يعني مش عارفة أقول لحضرتك إيه، حضرتك رديت على كل الأسئلة اللي كانت في دماغنا، وبجد أنا شخصيًا استفدت أوي، أوي، أوي من كلام ميرسي يا حضرتك. إيمان. ميرسي خالص. شرفتِ بيك، كل سنة ميرسي. وأنتم طيبين، وإن شاء الله 26 تبقى سنة الاجتهاد مش النجاح. النجاح كده، كده هييجي. أنا قُلت أأكد على ده قبل ما أقول إمم. لكم كل سنة وأنتم طيبين. اجتهد لآخر نفس تقدر تجتهد فيه. ربنا يفرحكم كلكم يا رب. ميرسي خالص لو وصلتوا معانا لحد الحتة دي في الحلقة، شكرًا جدًا، جدًا، جدًا على المشاهدة، ويا ريت تعملوا لنا لايك وشير وسبسكرايب، ونشوفكم في حلقة جاية، ولو في أي أسئلة عندكم ممكن تبعتوها لنا برضه على الDMs. شكرًا، ميرسي.